أنا النهاردة هتكلم عن برنامج رامز جلال، وأنا ملاحظ إن كل الناس عمالة تتكلم عن الحلقة الأولى بتاع رامز جلال اللي كان فيها الممثلة أسماء جلال، وعمالين بيطالبوا بوقف البرنامج. ولو سألنا كل واحد ليه عاوز البرنامج يتوقف، هيرد عليا بكل منطق عشان اللي حصل ده ما يصحش. إن مثلا أسرة مصرية قاعدة على الفطار تسمع الكلام اللي هو كان بيقوله وتسمع ما جرى في خلال البرنامج، وإن الموضوع فعلا زاد عن حده السنة دي بالذات. أحب أقول لكل واحد فعلا عندك حق، بس أولا مش بإيد حد فينا إنه يوقف البرنامج. دي خلاص برنامج اشتغل، مصاريف اتصرفت، ممثلين خدوا أجورهم، تلفزيون ودعاية وإعلان وهلم جرة. فعلا الموضوع صعب ان البرنامج يتوقف، لكن انا جاي هنا اتكلم من وجهة نظر تانية خالص، وهي وجهة نظري الشخصية. لو احنا رجعنا بالزمن لورا مثلا خلال 15-16 سنة، كان الموضوع حلو وهزار، وبنجيب الممثل نهزر معاه نضحك، وكل الأسر وهي قاعدة بتتفرج على برنامج رامز جلال كانت فعلا مستمتعة من اللي بتشوفه. كنا بنحب نشوف مثلا الممثل اللي احنا بنحبه لما يتحط تحت ضغط قصاد الأسد يا ترى هيعمل ايه، وكان الموضوع خفيف علينا وكان خفيف على الممثل. ومع مرور السنين واستمرار البرنامج بدأنا نلاحظ بالتدريج ان البرنامج بدأ يجيب الممثل مش عشان هو يحطه تحت ضغط ويوري الناس يا ترى هيتصرف ازاي، وكان كل البرنامج بيدور حوالين حدود معينة. كلنا بدأنا نلاحظ ان البرنامج بقى هدفه فعلا انه يبهدل الممثل، يبهدل النجم، يبهدل لاعب الكورة، يبهدل الفنان. ما بقاش هدفه انه يحطه تحت ضغط زي الاول واحنا نشوف رد فعله هيبقى ايه، لا بقى يحطه تحت ضغط البهدلة، تحت ضغط الإهانات. بقى فعلا بيبهدل الممثل حرفيا. ومع الوقت ما بقاش برنامج مقالب زي الأول، لا بقى برنامج بهدلة، بهدلة للنجم، بهدلة للممثل. حتى تقديمة رامز جلال لأي نجم أو أي فنان بقت بالتدريج تطلع عن سياق الطبيعي اللي احنا متعودين عليه، وبقت فعلا بتهين الممثل او النجم حرفيا. كل واحد من اللي بيتفرج على البرنامج باصص على حلقة معينة او كلام معين ويطلع يتكلم على النقطة دي بالتحديد. لكن لو بصينا للصورة بشكل اوسع، ان دي منظومة بتحاول تسيطر على كل نجوم الفن والرياضة اللي موجودين في مصر، ان كلكم اتهنتوا واتبهدلتوا واتقل منكم. عشان لو فكرنا نقول ان الفن والرياضة عندنا هم الافضل في المنطقة كلها، ساعتها هيجي الرد علينا ويقولوا اتفضل شوف كل النجوم اللي انت بتقول عليهم هم الاحسن في المنطقة كلهم متبهدلين ومتهانين ومتقل منهم، وما تقولش كده تاني. لو كلنا شايفين ان السنة دي اسوأ سنة لبرنامج رامز جلال عشان اللي اتقال واللي حصل، فاحب اقول لك ان السنة اللي جاية هتبقى اسوأ، والسنة اللي بعدها هتبقى اسوأ واسوأ. كل الغرض من اللي بيحصل ده انهم عاوزينك تشوف باستمرار كل سنة اهانة النجوم والفنانين اللي عندك، لحد ما خلاص تكون انت اتعودت انك تشوف كده، ويكون الممثلين والنجوم اتعودوا خلاص انهم يتبهدلوا ويتهانوا ويتقل منهم. وساعتها مش هيبقى ليك عين تقول احنا افضل فنانين وافضل رياضيين حوالين المنطقة كلها. ال30 نجم اللي بيروحوا يتبهدلوا في برنامج رامز جلال كل سنة بيظهروا في عين الناس انهم مجرد حبة، لكن لو جمعت كل السنين ورا بعض هتلاحظ ان الحبة اللي انت بتشوفهم كل سنة بقوا كتار. وفي يوم من الايام هتلاقي ان كل النجوم اتبهدلت واتقل منهم، اتقل منهم حرفيا. اللي انتوا بتقدموه في المسلسلات والافلام ده حاجة، وانكم تتبهدلوا ويتقل منكم حرفيا قدام الناس ده حاجة تانية. اوعوا تفتكروا انكم رايحين لرامز جلال بعينه. رامز جلال هو مجرد اداة في ايد اللي متحكم فيه. رامز جلال مجرد الواجهة اللي بيسحب بيها كل نجوم والرياضيين اللي في مصر. وزي ما بعاتب كل فنان ونجم وبرضه بحذره من اللي هو بيعمله، احب احيي كل فنان ونجم انطلب منه انه يروح يبهدل ويهين نفسه وهو رفض مهما اغروب الفلوس، عشان فعلا هناك الفلوس ما بتخلصش.
بس انتوا اللي بتتهانوا وانتوا اللي بيتقل منكم. هو ليه كل فنان ونجم مش بيسأل نفسه هو انا ليه بيندفع فيا المبالغ ديت عشان اتهان ويتقل مني والناس تضحك عليا، وليه مش بيندفع فيا نفس المبالغ ديت واكون مطلوب في برنامج حواري من غير اي بهدله ولا اهانات، مجرد ان ابقى موجود بس والناس تستمع لي عشان فعلا انا استحق كده. واختم الحلقه لحد هنا، ولو الفيديو عجبك لايك واشتراك، ومع الف سلامه.